ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض كيك البراونيز. كيك سهل جدا وطبعا غني جدا جدا بالشوكليت، طعمه مميز جدا. بس هو مش كيك هش زي الكيكات اللي احنا بنعملها، عشان ما تفكروش ان انتوا هتعملوا كيكه عاليه او كده. لا بالعكس، الكيكه بتبقى شويه واطيه، وكمان بتكون مش هشه زي الكيكات التانية. لا بتكون طبعا ماسكه نفسها وحاجه كده تحفه جدا، بتدوب في البق في نفس الوقت بتبقى طعمها حلو قوي. بالنسبة للمقادير، معانا كوبايتين من الدقيق بالجرام هنستخدم 260 جرام. معانا كوبايتين من السكر يعني 400 جرام بالظبط. معانا بالنسبة للكاكاو نص كوباية هنستخدم تقريبا بالجرام 50 جرام من الكاكاو. معانا رشة ملح، ومعانا 270 جرام من الزبدة، ولو هتستخدميها بالكوباية هتحتاجي كوباية وتلت من الزبدة. بس دايما نصيحتي ليكوا ان انتوا تستخدموا الميزان، اسهل ليكوا بكتير جدا واظبط في المقادير. بالنسبة للشوكولات هتحتاجي شوكولات دارك عبارة عن 250 جرام يعني ربع كيلو. اظن انت لما بتشتري الشوكولاتة بتبقي عارفة الوزن مكتوب عليها، او مثلا بتشتريها مكان بالوزن، فيفضل انت تستخدمي بالوزن. معانا كمان 6 بيضات، ومعانا كمان فانيليا طبعا بما ان في بيض. ومعايا كمان مكون اختياري انا تعمدت ان انا ما احطوش وسط المقادير عشان ما تفكروش ان هو اساسي، هو معلقتين من النوتيلا. بنتي بتحب طعمها جدا مع البراونيز. اول حاجه الزبده كانت مجمده قوي، فابتديت ان انا اقطعها مكعبات زي ما انتوا شفتوا كده، علشان ابتدي ان انا اسيحها في الميكرويف مع الشوكولاته الخام. طبعا الشوكولاته برضو كانت جامده، فانا بدات ان انا اقطعها برضو مكعبات علشان اسهل على نفسي انها تسيح بسرعه. حطيتهم بقى كده مع بعض ودخلتهم في الميكرويف تقريبا دقيقة ونص لحد ما يسيحوا تماما. تمام، انا هنا هاخد البيض هحطه في بوله، وهبتدي ان انا احط له الفانيليا، وهبتدي ان انا اضربهم بالمضرب مع السكر طبعا. لو عندك مضرب كهرباء اضربيهم مفيش مشكله خالص، ولو عندك مضرب يدوي استخدميه عادي جدا، بس هتاخدي وقت شويه علشان يدوبوا مع بعض خالص. بعد ما بتخلصي ضرب بقى فيهم بالشكل ده بتركنيهم على جنب، بتجيبي بقى الزبده والشوكولاته من الميكرويف وتبتدي ان انت تقلبيهم، هتلاقيهم صحوا مع بعض بالشكل ده واندمجوا جدا، والشوكولاته بقت لامعه جدا جدا. خلاص هنا خلاص دابوا تماما. هبتدي ان انا اخد بقى خليط البيض اللي احنا عملناه والسكر والفانيليا، وهبتدي ان انا اضيف عليه الشوكولاته والزبده بالتدريج بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هضيف شويه واقلب، وبعد كده هضيف شويه كمان، واخر شويه برضو هضيفهم، وهبتدي ان انا اقلب لحد ما الخليط يمتزج مع بعضه تماما. هنا ضفت المكون الاختياري اللي هو النوتيلا، وده قلت لكم مش لازم خالص. تمام، بعد ما دوبت كل المكونات مع بعض بالشكل ده هبتدي ان انا اجيب الدقيق احط عليه رشه الملح والكاكاو، وهقلبهم كويس جدا جدا. ويفضل ان انت تكوني نخلتي الدقيق ده والكاكاو من قبل طبعا ما تضيفيهم على بعض. بعد ما بقلبهم كويس جدا جدا واحس ان هم اختلطوا تمام، ببتدي ان انا اضيفهم برضو على 3 مرات على خليط الشوكولاته بقى اللي احنا عملناه ده كله. بنضيف شويه وبقلب الخليط، على فكره تقيل مش خفيف. بتقلبي بتحسي ان هو كل ما بتحطي دقيق بتحسي ان هو تقيل اكتر، فعادي جدا هو ده خليط البراونيز بيبقى تقيل. طبعا زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت اخر حبه، وبعد كده بقلبهم زي ما انتوا شايفين كده. ده قوام الخليط زي ما انتوا شايفين، عامل زي ما يكون خليط كيك تقيل قوي. تمام، انا هبتدي ان انا اجيب صينيه مقاس 30 في 40، وابتدي ان انا احط لها ورقه زبده بالشكل ده، وبقصها من الجناب عشان الطروف بتاعتها تدخل كده في الصينيه. هنزل عليها الخليط بالشكل ده، وابتدي ان انا افرده بالاسباتيولا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بسويها كويس جدا عشان ما تبقاش حته عاليه وما تبقاش حته واطيه. وطبعا الفرن كان سخن، المفروض ان انا ادخلها على درجه حراره 180 مش اكتر من كده، وبتاخد تقريبا من 30 ل 40 دقيقه بتكون استوت. طبعا انت بتفتحي الفرن عليها عادي جدا، لان دي كيك مش فيها بيكنج باودر زي العادي، يعني عادي تقدري تفتحي الفرن وتحطي خلة اسنان نظيفة عشان تختبريها وتشوفيها لو استوت طلعيها. بتلاقي الكيكة من بره عاملة قشرة كده، بتكون خفيفة منفصلة عن الكيك عادي، لما تطلع من الفرن ما تتخضيش، هي دي اصلا سر نجاح البراونيز. وهنا كنت عايزه اقطعها مربعات زي بعض بالظبط وقد بعض، فشلت الطروف علشان ابتدي ان انا اقطعها. بعدين هنا بدات ان انا اعلم كده علشان اقطع بالترتيب ويكونوا قد بعض بالظبط. طبعا الصينيه 30 في 40 اتقطعت بالظبط 3 في 4، يعني 12 قطعه من البراونيز. يعني انت لو عملتي 12 قطعه في البيت اوفر بكتير جدا من انك تشتريها. طبعا الكيك زي ما انتم شايفين كده طعمه تحفه تحفه تحفه، تحسي ان انت بتدوب كده الشوكولاته في بقك مع الزبده، طعم حاجه غنيه جدا جدا. وبالنسبة لطريقة تقديم الكيك تقدري تقدميها مع ايس كريم، يعني بتتاكل الكيك سخن والايس كريم بيكون بارد، او انك تحطي عليها صوصات زي مثلا صوص كراميل او نوتيلا زي ما انتوا شايفين كده،
او انك تحطي صوص لوتس. طبعا كل الصوصات دي بحطها في الميكرويف مثلا 30 ثانيه علشان اقدر افردها على الكيكه بالشكل ده. زي ما انتم شايفين كده حطيت كمان شويه من عين الجمل على الكراميل، وحطيت بندق مع النوتيلا، وحطيت كمان بسكوت مفروم لوتس مع الجزء بتاع اللوتس. طبعا تقدري تقدميها زي ما انت عايزه بالاطعمه اللي انت حباها، ما فيش اي مشكله. طبعا الكيك نفسه بقى جميل جدا جدا. هوريكم دلوقتي قطعه من الكيك برضو من جوه عامله ازاي. بصوا شايفين الشكل، طبعا هي بتبقى مش عاليه قوي زي ما قلت لكم، وده شكل الكيك من جوه بيبقى عامل كده بالظبط. في نهايه الفيديو كل مره بقول لكم انا اسمي زينب زياد، لو اول مره تشوفيني على الفيسبوك اعملي لايك للبيج، ولو اول مره تشوفيني على اليوتيوب اعملي سبسكرايب للقناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول. والسلام عليكم ورحمه الله.